ايه العنوان الغريب ده؟ عين الكتكوت؟ ايه عين الكتكوت دي؟ اول مرة نسمع عن اكلة اسمها عين الكتكوت. ده فيلم رعب ده ولا اكلة هناكلوها؟ لا استنوا كده واتفرجوا لاخر الفيديو وانتوا هتعرفوا يعني ايه عين الكتكوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى صحاب؟ عاملين ايه؟ زي ما اتعودنا قبل اي فيديو بنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش يا حبايبي، اللايك الحلو بتاعي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس للكل عشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتي. في اول فيديو قلنا عين الكتكوت. ايه عين الكتكوت ده؟ اهو ايه ده؟ بيض؟ ايه دي؟ عجينة فلافل؟ هو دي اسمها عين الكتكوت؟ اصبروا اصبروا تتفرجوا على الجمال دلوقتي. وصفة كده، بصوا، أكلة كده شعبية وسهلة، تاخدش وقت ومش مكلفة، ويعني فطار بقى وعشاء، ممكن تبقى غدا، والله تنفع كمان تبقى غدا. يعني ازاي هتعملي عين الكتكوت دي يا هبة؟ هقول لكم. مش هجيب كتكوت واعمل عين، ولا لا لا لا، هعمل البيض عين كتكوت ازاي. هوريكم دلوقتي. هتجيبي بيض بعدد أفراد الأسرة زي ما انت عايزة، 2 3 5 10 براحتك. وهتجيبي كمية من عجينة الفلافل. طبعا عجينة الفلافل دي أنا عايزة أعملها لكم في مرة مع بعض، نعملها لكم فيديو كده وتشوفوها طريقتها سهلة وهتبقى طبعا في البيت وانت عاملاها بإيدك وواثقة من نظافتها. وهتجيبي سمسم. بس هي دي المقادير. والله هي دي المقادير، شايفين؟ سهلة وبسيطة ومش هتاخد وقت. في 10 دقايق هتكوني عملتي عين الكتكوت وقليتيه وكلتيه كمان. بصوا، هتجيبوا جزء كده من العجينة تحطيها في ايديكي، وتبدأي تجيبي البيضة وتبدأي تقفلي عليها كأنك بتعملي عجينة. شايفين؟ كأن عجينة الفلافل دي زي مثلا دقيق، عجينة الدقيق يعني. بصوا، تقفلوا عليها كده حلو. المهم يعني ايه، تغلفي البيضة بعجينة الفلافل وتبدأي تنزليها في سمسم. بصوا، السمسم يبقى كده ايه، في كل حتة من بره زي ما انتوا شايفين كده. وهتسيبيها شوية كده تمسك مع نفسها، وبعد كده هتبدأي ايه، هنبدأ بقى نقلوها مع بعض. وهنشوف ايه عين الكتكوت دي. هتشوفوا عين كتكوت ولا مش عين كتكوت. إيه، انا هعمل 3 بيضات. انتي لو عايزة تزودي الكمية براحتك، عايزة تقللي برضو براحتك. مش عايزة تحطي سمسم ما تحطيش، بس انا حاسة ان هي بالسمسم كده بتدي شكل حلو وطعم كمان. والسمسم ليه فوائد كتيرة قوي. انا لما بجيب لكم حاجة، بقول لكم بجيب حاجة يعني ليها فوائد، عشان طبعا الولاد بتاكل منها واحنا فلازم ناكل حاجة ليها فايدة. بص، انا طلعت ايه من العجينة. طلعت فول مدشوش ما اتعملش كويس، يعني ما اتفرمش كويس. طبعا العجينة دي جاهزة، انا جايباها من عند المحل بتاع الفول والفلافل. فعشان كده بقول لكم الواحد يعني هعمل لكم ان شاء الله فيديو نعملوها في البيت. هتبقى شكلها احلى كمان، هتبقى الخضرة بتاعتها اكتر، هتبقى لونها اخضر اكتر من كده. دي فاتحة. لا، انا اللي انا هعملها في البيت هتبقى الخضار كده الزرعي الجميل. وطبعا هتبقي فارمه الحاجه كويس، وعارفه مقاديرك اللي انت حطاها، وعارفه التوابل اللي انت حطاها، فانت هتبقي ايه عاملاها بايدك وان شاء الله تعجبك. بصوا، انا عملت ال3 بيضات. بصي، كأنك هتاكلي مش فلافل، كأنك هتاكلي مثلا كفتة. كفتة مقلية. شكلها جميل قوي، طعمها احلى. بصوا، هنجيب طاسة على النار، لازم الطاسة دي تكون سخنة، لان انت مجرد ما تحمري بس عجينة الفلافل زي ما بتعمليها عادي عندك في البيت، بتجيبي عجينة فلافل بتحمريها، لازم الزيت يكون سخن. فنفس النظام هنا. طبعا هتتاكل بقى جنبيها، تاكلي مثلا جرجير، هتاكلي مخلل بدنجان مخلله انتي في البيت بايدك، هتاكلي خيار جنبيها سلطة. بصوا، لفت. وطبعا ده اواني اللفت. فهنبدأ بقى ايه نحطه جنبيها، أكلة جميلة وحرشة كده وتفتح النفس الصراحة. بصوا، أنا حطيت جرجير لأني هطلع عليه الفلافل. اتعمل بقى سندوتشات تحفة. حط كده سندوتش ال... انا هسميها ايه، الكفتة. كفتة يعني الكتكوت. وتحطي جواه كده الجرجير، تحطي مثلا كام واحدة كده لفت،
واو تحفة! أنا عايزة آكل تاني. أنا جُعت، جوّعتني. بصراحة هي دي اللي بتفتح النِفس، هي ده الأكل اللي بيفتح النِفس. حاجات التحابيش دي والحاجات اللي تفتح النِفس دي تخلّيكِ تاكلي، تقعدي تاكلي فعلًا. تحمّريها كويس بس من الجناب عشان تضمني إن العجينة اتحمّرت كويس. شُفتوا؟ ما فيش أسهل من ده فيديو، سهل وبسيط وسريع وخفيف. أي وقت لو يكون عندِك العجينة في الفريزر هتطلّعيها، مش بتاخد وقت أساسًا في إنِّك تفُكّيها يعني. وتبدئي إيه، تبدئي تسلُقي البيض، والبيض ده اللي جوّاه مسلوق يا بنات ها. بعد أمّا تسلُقيه البيض تبدئي بقى تشكِّلي عجينتِك. بُصّوا أنا هاحُط كمان طماطم، ممكن الطماطم بقى دي تبقى مخلِّلة، ترشّي عليها شوية ملح وكمون، ممكن تحشيها توم، تعملي كده تتبيلة مخلِّل طماطم. لا، لا، لأ، حاجة بصراحة كده إن شاء الله هتعجبِك. بس لو لسه ما حطيتيش اللايك اتفرجي على الفيديو، لسه ما حطيتيش اللايك حطي اللايك عشان اللايك ده هو اللي هيرفع الفيديو، والناس تعرف إيه عن الكتكوت، زي ما أنتم عرفتوا يعني إيه عن الكتكوت. وحطي كومنت حلو كده منكم. لمّا باقرا كومنتاتكم بصراحة بابقى مبسوطة وفرحانة، باحس إن في ناس بتحبني. آآ يا رب بس ما أكونش تقيلة عليكم. تعالي هنا رايحة فين أنتِ، تعالي هنا رايحة فين؟ بُصّي عايزة تهرب. الفلافل عايزة تهرب. يا رب أكون خفيفة عليكم كده وبتستفيدوا من الفيديوهات بتاعتي، حتى لو بكلمة، حتى لو بمعلومة، أهم حاجة أكون بافيدكم. آآ مش شرط الفيديو كله يكون معلومات، ممكن معلومة واحدة تفيد ناس. لو أنتِ شايفة إن أنتِ بتستفيدي من القناة وما اشتركتيش تشتركي، ولو ما حطيتيش اللايك بتاعي حطيه لي، هيرفع الفيديو هينتشر بشكل سريع. ونفسي قناتي كده تكبر بيكم، نفسنا نبقى عيلة كبيرة كده مع بعض. بُصّوا أنا حطيت كمان قرن فلفل لو الناس بتحب الspicy. شايفين والعيش أهو هابدأ بقى إيه أنا هاحطه جوّه العيش. يعني أفتح العيش كده وأقطع. بُصّوا هاوريكم دلوقتي وأنا باقطع الفلافل والبيض جواها شكلها تحفة. ممكن أنتِ تبدئي تعملي كده لولادِك شكل من الفلافل لو هُم ما بيحبوش البيض المقلي، سوري البيض المسلوق. ممكن تعمليه كده للولاد وتبدئي تقطعيه، هاوريكم وهو متقطع نُصّين وتعملي لهم أشكال كده في طبق، الولاد هيحبوها وهياكلوها، هتفتح نِفسهم. يعني دايمًا طوّري كده في مطبخِك. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده أنا هافتحها لكم، بُصّوا الجمال. الله، 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 شايفين عين كتكوت والّا مش عين كتكوت؟ عين أهي. حطّي بقى ممكن تحطّي جزراية، ممكن تحطّي الطماطماية، تحسّي إن الولاد حبّوا الطبق وعايزين ياكلوا منّه. دايمًا تنوّعي كده في أطباقِك وفي مطبخِك، بس ما تنسيش وأنتِ واقفة بتعملي أي حاجة دايمًا ذكر الله على لسانِك والصلاة على الرسول على لسانِك. هتلاقي الحاجة بقت سهلة معاكِ، هتلاقي في بركة كده في كل حاجة، سواء في الأكل أو في اليوم أو في حياتِك. جرّبي زي ما باقول لِك، دايمًا الذكر كده على لسانِك والصلاة على الرسول. دايمًا اطلبي من ربنا كده كل حاجة، ما تطلبيش من العبد، اطلبي من ربنا. وإن شاء الله ربنا يحقق لكم كل أمنياتكم. يا رب يكون الفيديو سهل وخفيف على قلوبكم. ولو عايزين أي فيديوهات تانية اكتبوا لي في التعليقات تحت وأنا إن شاء الله أعملها لكم. فيديو سريع وبسيط. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفات سهلة وسريعة وغير مكلفة. أشوفكم على خير في رعاية الله يا بنات. باي باي مع السلامة.